تعالوا معايا في مأساة البحث عن بنطلون جينز مناسب. انا عايزه بنطلون جينز لون معين، شكل معين، وقط معين. اول محل رحته جاب عشان شفت اعلاناته كتير عن الجينز، فافتكرت هيكون عنده كولكشن كبيره جدا، وكنت بجد ديسابوينتد من الكولكشن الموجوده. لقيتش غير بنطلون واحد اللون اللي انا عايزاه، ومحتاجتش حتى اقيسه عشان اول ما بصيت عليه كده لقيت القط بتاعته مش مظبوطه. مش مشكله، نروح محل نمبر 2 هو امريكان ايجل. انا كانت في فتره ما بجيبش بنطلونات جينز غير من امريكان ايجل، كانت المقاسات والكولكشن تحفه. دلوقتي بيعملوا بنطلونات لسيدني سويني بس، ونفس الموضوع اتكرر. ما لقيتش غير بنطلون واحد الكات اللي انا عايزاها، بس اللون بتاعه مش هو اللي انا عايزاه. فطلعت على المحل اللي بقى من المحلات المفضله ليا ليتلي. الكواليتي بتاعت الهدوم بتاعته حلوه جدا، يعني بصوا الفينيشنج بس بتاعت الجيبه دي، الشكل والديتيلز بتاعها كويسين جدا. بس انا جاي عشان بنطلون فمش هيتشتت انتباهي. البنطلون ده وعجبتني الكواليتي بتاعته قوي، وببص لقيته 99% قطن. يا خساره الاثنين دول مش الالوان اللي انا عايزاها. اخيرا لقيت الالوان والكات اللي انا عايزاها، بنطلونين بس، فجبت نفس المقاس في البنطلونين. اول واحد كان حلو جدا وانتوا شايفين الديتيلز والستايل بتاعه حلو. تاني واحد معرفش اوريه لكم عشان حرفيا ما قفلش عليا فمش هينفع اوريه، بس زي ما انتوا شايفين نفس المقاس بالظبط ونفس الكات، بس ما دخليش. disappointed again. فاطلع للمحل اللي بعده، لقيت بنطلون واحد وجبت مقاسي اللي انا بجيبه في كل البنطلونات. انا بقيس نفس الكات والمقاس في كل البنطلونات، بس الفرق صعب. لقيت إلسي وكيكي في وشي، فقلت اخش اتفرج على الكولكشن عشان عمري ما جبت منه بنطلونات جينز. قفل البنطلون، عيب المنظر ده. انا اتفاجئت من الكولكشن الكبيره فجبت نفس القصه ونفس السايز، بس ايه دي؟ المهم ان هو المحل الوحيد لقيت فيه كولكشن كبيره اقدر اختار منها، فعلى الاقل دلوقتي عندي اوبشنز. وكانت اول القصيده، وزي ما قلت لكم نفس القصه ونفس المقاس. بصوا المنظر، الفرق بين براند وبراند في السايزز بجد صعب. ده نفس المقاس بس مظبوط كويس، وكمان القصه بتاعته مظبوطه. ده بنطلون تاني نفس المقاس برضو مظبوط. ده بنطلون تالت نفس المقاس. شوفوا بقى الفرق بينهم. اما ده المقاس والطول طلعوا مظبوطين. انتوا عرفوني ايه احسن واحد فيهم كلهم.